والناس اللي جم الجزائر قالوا الجزائر ساعدونا، جزائريين ساعدونا وتطورهم فوق الاسطح ولبسونا هدوم. واحد قال انا جابوا لي فتحوا شقتي وجابوا لي الباسبور في يعني طبيعي. في ايجابيات، خلينا نعلي قيمه هذه الايجابيات. ده على المستوى الشعبي لازم الناس تتواصل والشباب يتواصل عن طريق الفيسبوك ويقول يعني احنا طبعا جذور ايه؟ واحد بيسالني يقول لي بيكرهونا ليه؟ اقول مش بيكرهونا، هي فيها شويه حسد. انت تعرف ان العرب يتفاخرون في كل شعرهم كله شعر التفاخر وشعرهم كله شعر ان احنا احسن ناس. فهم بيعتبروا ان يعني ليه مصر؟ ما ده سؤال واحد عربي يسأله يقول لك طب ليه مصر يعني؟ اشمعنى يعني مصر يعني الشقيق الكبرى؟ هذا يا ابني زي انا بالظبط كده لما يكون 4 5 اخوات وانا الشقيق الاكبر، انا بجوز وانا بجهز وانا بصرف وانا بقف في الملمات وبقف في الجنازات وبقف بتاع واستلف ويمكن اتعب ويمكن اشقى وماليش فلوس لعيالي وكذا، لكن هذا قدري. هذا قدري. فمصر ده قدرها انها بالظبط يعني ايه بتربي وتطور، فالناس تشم نفسها ويجي لها شويه فلوس من البترول فتنسى فتبتدي تتفاخر احنا. وفي دويلات عربيه ان تراطع مصر، اذاعات مموله وتلفزيونات على الفضائيات الجزيره ضخمت حدث ضرب الاتوبيس بالطوب. اين هي مما حدث في السودان؟ اين هي؟ لم تشر للموضوع. صمت عربي مخزي. يا سيدي ما بقولكش حبيني ولا حبي الجزائر، على الاقل ارصد واخد بالك ازاي؟ النقط دي محتاجه لابد ان نعيد مراجعه مواقفنا الدبلوماسيه. لابد ان نعيد دراسه مواقفنا العربيه. بس ده على المستوى الرسمي. لابد ان يكون هناك موقف لا يمر الحدث بلا يعني ايه بمساله ايه خلينا نبططه خلينا نسطحه خلينا نمتص غضب الناس، لا. خلينا نستفيد من غضب الناس ومن عودة العلم لقلوب المصريين، ثم نبحث عن قضية بقى. قضية من القضايا المعلقة، قضية البطالة، قضية الأمية، عندنا قضايا كتير. تفتكر يا دكتور احنا لو حطينا الاستثمار دلوقتي اللي احنا فيه، الحالة اللي احنا فيها المعنوية دي، وانا شخصيا كنت اليومين اللي فاتوا في القاهرة سايق كتير قوي، فبدأت الاحظ انه لا في اختلاف في طريقة تعامل الناس مع بعض. يعني وقفت في الإشارة فوقف جنبي تاكسي ففتح الإزاز قال لي مفيش أخبار جديدة عن اللي حصل في السوق من غير ما تسوق تاكسي. فقلت له، قال لي اصل انا فاتح الراديو ومش لاقي حاجات جديده. فتفتكر الموضوع هيخلص على ايه؟ تفتكر الراجل ما يعرفنيش، هو ده السؤال، ويعرف انا مين، وبدانا نتكلم. فهل ممكن فعلا نستثمر هذه الحاله ونقدر فعلا زي ما الاعلام بتاعنا شحن الناس في اتجاه ماتش الكوره، يقدر يشحن الناس في اتجاه اهم واكثر ايجابيه؟ نقدر ولا عندنا قضايا ده لازم يعني. بص، اذا فاتت هذه الفرصه على الاعلام المصري ان يستثمرها لانجاز قضايا وطنيه مصيريه تهم مصر عشان تبقى قدام وتقدر تقول انا فين في العصر الحديث، يبقى هذا الاعلام اعلام يعني الحقيقه انا اسف جدا ما اقدرش اقول عليه. الاعلام يجب ان يكون في هذه اللحظه جاهز بقى. بلاش سياسه الفعل ورد الفعل. متى نخطط؟ هتحقق حلمك ازاي من غير ما تخطط؟ هتحقق حلمك ازاي من غير ما تتدرب؟ هتحقق حلمك ازاي من غير ما تكون واقعي؟ من غير ما تشوف البيئه، من غير ما المتغيرات اللي حواليك تدرسها، من غير ما يكون عندك رغبه في التغيير. ازاي هتحقق حلمك؟ إذا كنا بندور على حلم العروبة وحلم يعني لازم نفكر لازم يكون عندنا قواعد التفكير. التفكير له قواعد، التفكير مش كده. لا، التفكير له قواعد، والآن كل شيء بقى علم، التنمية البشرية بقت علم. قواعد التفكير، قواعد التركيز، قواعد التنمية البشرية، كل دي علوم. نحن من هذا كله. فأنا بشوف إنه هذا الموضوع يجب أن يتلخص في 3 محاور. المحور الخاص باتحاد الكورة وقلناه، والمحور الشعبي أن يعبر الشعب عن غضبه لما حدث، وانه لم يكن يتوقع هذا، ذهب مسالما مبتسما لكي يستمتع فضرب واهين. وانا الحقيقه ما بحبش استخدم كلمه اهانه، لان نحن نعلو فوق هذه الاهانات. الاهانه لما يكون واحد زيي، لكن واحد اصغر مني عيل شدني ما بيهنيش. العيال اللي ما بيشدني، واحد لا مؤاخذه في الشارع ما يعمل لي يقول لي اي كلمه، انا مش في العربيه انا وانت في الشارع وكل الناس، اي واحد ب3 تعريف يقول لك يا ابني مش عارف ايه ما تحاسب ايه كذا. هل هذا اهني؟ ما اخدش الموضوع على صدري. طيب لان كل ما بناخد الموضوع على صدرنا احنا بنتاذى. احنا عايزين يا دكتور في الاخر ختام الحلقه بتاعتنا نوجه بس رساله قصيره جدا للشعب الجزائري، ونوجه رساله للشعب المصري، نقول لهم ايه؟ احنا هننسى الحكومات وهننسى الرئيس وهننسى الرئيس ابو تفليق، هننسى كل الكلام ده. في النهايه احنا عرب، في النهايه احنا جيران، في النهايه احنا في بينا تاريخ، في بينا حاجات كتيره. لو عايزين نقول رساله للشعب الجزائري والشعب المصري نقول لهم ايه بسرعه؟ أقول للشعب الجزائري يا شعب الجزائر اقرأ التاريخ، أعد قراءة التاريخ. يا شعب الجزائر
قعد قراءة التاريخ مش من أيام الثورة المصرية أو من أيام الثورة الجزائرية، قعدوا من أيام الثورة الإسلامية، قعد قراءة التاريخ. واعلم يا شعب الجزائر أن ما يحاك يعني ضدنا هي مؤامرة دنيئة تداخل فيها أطراف كثيرة لفك عروة العرب وفك تماسك العرب. كلما اقتربتم كما ازدادوا هجوما عليكم. يا شعب الجزائر ثق تماما أن 90 دقيقة مباراة كرة قدم لا تمحو من التاريخ علاقة شعبين وعلاقة أخوة، والمكسب رخيص. فأنت لن تصل إلى المونديال وتصل إلى كأس المونديال، لكن وانت ماشي دست على ايه؟ دست على علاقات وعلى أمة وعلى مشاعر وعلى شعب وعلى أصدقاء وعلى أخوة وعلى أصحاب دين. توقف يا شعب الجزائر ودع صوت العقل يحركك. والشعب المصري، وأقول للشعب المصري لا تحزن، ذلك هو قدرنا. لا تحزن، لا تبتئس، لا تغضب، أنت فوق التفاهات. يا شعب مصر قيمتك غالية وعظيمة وعلمك عظيم، أنت فوق كل هذه الأشياء. أنت بتاريخك بحضارتك بامتدادك، أنت فوق كل هذه الأشياء. خذ منها عبرة، قف، راجع مواقفك، حدد أمنياتك وحلمك واشتغل عليه بنفس الروح. زي ما بقول بنفس روح أكتوبر، أنا بقول عايزين نحقق حلمنا بنفس روح المباراة اللي احنا شفناها في الخرطوم، بنفس الروح اللي التفينا حوالين العلم، بنفس الروح اللي خرجنا بيها للشارع، بنفس الروح اللي اتكتفنا بيها. تعالوا نلتف حوالين هدف تاني، هدف قومي مصري يرجع لمصر ويرجع البسمة في وجوهنا ويرجع الأمل اللي ابتدى يخبو في قلوب الشباب. ده ختام كويس. بشكر حضرتك جدا. بشكر الدكتور حسين سمير، قنصل الفخري البريطاني وصاحب التاريخ العريض في السياسه ومدرب في التنميه البشريه. بشكرك يا دكتور على وقت حضرتك وعلى تشريفك لينا. وعايز اقول يا جماعه لازم نفوت الفرصه. انا شخصيا زعلان جدا جدا من اللي حصل ومتاثر جدا وزعلان جدا ان احنا وصلنا ان احنا يحصل ما بيننا تراشق اعلامي ويحصل ما بيننا تراشق بالحجاره كاننا بنحارب بعض. الحكايه ما كانش المفروض تبقى كده. ارجوكم بلاش نعمل حرب البسوس تاني في 2009. ارجوكم لازم كلنا احنا وهم نفكر لانه الزعل ده لازم بعد ما نزعل ونتضايق نفكر بشكل ايجابي ازاي نقدر نستفيد من الموقف. عندنا مكاسب، عندنا مكسب حبنا لمصر. اكتشفنا رجعنا تاني نحب مصر، رجعنا تاني نغني لمصر، رجعنا تاني نتكلم عن مصر، رجعنا تاني المصريين تكلم بعضها في الشارع بشكل ايجابي ما كانش بيحصل قبل كده. ارجوكم يا جماعه خلونا نفكر وخلونا نركز على حلمنا عشان نحققه. وعايز اقول حاجه في النهايه، مش تعصب ومش فخر جاي من ولا حاجه، بس فعلا هنشجع مصر وهنفضل نحب مصر. وقولوا معايا تحيا مصر، وهنشجعها في كل حاجه مش في الكوره بس. اشوفكم الحلقه الجايه واحنا بنحب بعض والعرب اقرب لبعض وتكون الازمه دي خلصت. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك. عندك افكار واحلام بتحس ساعات بالاحباط، المشاكل بتوقفك وبتبعدك عن هدفك؟ اتاكد دايما انك عايش صح، انك بتعمل كل حاجه في حياتك صح، وخليك فاكر ان دايما في طريق احسن تعمل بيه كل حاجه في حياتك. ارجوك اوعى تبطل تدور، اوعى تسيب حلمك، خليك وراه. هنتكلم في كل حاجه تخليك تحقق حلمك. حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك، حقق حلمك. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.